نفس الشيء نحن نطرحه ونخص بذلك شيعة الخليج بالذات. نقول لماذا لا توسعون من دائرة الأزمة التي هي في البحرين، أزمة الشعب الشيعي في البحرين، وتطرحون أزمة الشعب الشيعي في الخليج كله، أن الشعب الشيعي في الخليج مضطهد مظلوم، ونحن نطالب بوطن قومي خاص للشيعة في الخليج. اليهود هكذا صنعوا. اليهود كانوا مشتتين في بلدان كثيرة، أوروبا الشرقية قسم، حتى في اليمن قسم، في العراق قسم، في أفريقيا قسم، في أمريكا كانوا قسم، في دول كثيرة مبعثرين، ولكنهم وحدوا كلمتهم وطلبوا من الإمبراطورية البريطانية التي كانت مهيمنة آنذاك وطنا قوميا لهم يجمع شتاتهم. لماذا لا ينتفض كل الشيعة في الخليج مطالبين بدولة لهم في الخليج، وهي التي نسميها البحرين الكبرى؟ لأن هاي البحرين الصغرى تاريخيا البحرين الكبرى تشمل هذه الجزيرة الحالية مع الساحل الشرقي للخليج كله، يعني عندك من أعالي الكويت إلى أطراف الإمارات، هذه كلها تاريخيا قبل الإسلام وفي الإسلام منذ عشرات السنين، منذ مئات السنين، تسمى البحرين الكبرى، بلاد وهجر هكذا. وهذه المنطقة إذا تأملتم أكثرية سكانها شيعة سبحان الله، والأقلية هم من المخالفين. يعني عندك من الكويت إلى الإحساء القطيف ثم البحرين إلى أطراف قطر والإمارات الأكثرية شيعية. وسبحان الله هذه المنطقة التي يتركز فيها النفط، وإلا أين النفط في نجد؟ أين النفط في الحجاز؟ فالثروة تحت أرجلنا نحن، ولكنها تذهب إلى جيوب من؟ إلى جيوب الأقلية وأقلية الأقلية، يعني العوائل والأسر الحاكمة فقط. يعني نفطنا مثلا نحن في الإحساء في القطيف تحت أرجلنا، ونحن نكد ونحن نتعب في هذه الشركات الإنتاج النفطية أرامكو وغير أرامكو، ولكن يذهب كل ذلك إلى آل سعود، وإذا أعطونا شيئا يعطونا فتاتا. فإذا نحن نطرح أنه تعالوا يا أيتها الأمم المتحدة وأجري استفتاء في المنطقة الشرقية للخليج التي تشمل الكويت والإحساء والقطيف والبحرين وقطر والإمارات أيضا وحتى عمان، أجري استفتاء لتقرير حق المصير. هو بس لكم حق أن تجروا هذا الاستفتاء في جنوب السودان؟ فأنت حينما ترفع السقف وتجعلها قضية إقليمية دولية كبرى يلتفت العالم بشكل أكبر، والدول الاستعمارية ومراكز صنع القرار في العالم، الدول التي تهيمن الآن على العالم وعلى رأسها أمريكا، تتغير حساباتها. القضية لن تكون كالسابق، القضية لن تكون كالسابق. مع الأسف شوفوا مثل هذا النفس ومثل هذا الطرح غير موجود. بل لما نطرح مثل هذا الأمر بعض الناس من شدة يعني الإخوة البحارنة أو غيرهم حسب ردود الأفعال التي تصلنا وتردنا، البعض الحمد لله الله أنعم عليه برجاحة العقل، فبسرعة يستوعب الأمر وأنه ممكن أن يتحقق، ولكن يحتاج إلى جهاد بعد مرير، سنوات من العذاب والجهاد في سبيل أنه يتحقق هذا الشيء، يصير نتيجته، ولكن يحتاج إلى تضحيات جمة. غيرنا ضحى وصل. إذا أراد الشيعة في البحرين الخلاص
فليدولوا مشكلتهم بمعنى أنهم يربطون أنفسهم بباقي الشعوب الشيعية في الخليج حتى يصبح شعبا شيعيا واحدا يطالب بكلمة واحدة بإقامة وطن قومي للشيعة في الخليج تحت مسمى البحرين الكبرى. والدعوة لذلك مشروعة في كافة الدساتير وفي كافة الأعراف والمواثيق الدولية. نحن إنما نطالب باستفتاء من الأمم المتحدة. هذا ليس جرما، أجرؤ استفتاء وخلي نشوف الأكثرية تريد آل سعود في هذه المنطقة أم لا تريد، الأكثرية تريد آل خليفة أم لا تريد، الأكثرية تريد آل الصباح أم لا تريد، وآل ثاني وآل منو بعد، نهيان، قابوس ومن أشبه. خلوا هكذا أكثرية، خلي نشوف الأكثرية كيف ماذا تقول، وافرزونا عن الآخرين. خلص نحن نريد شيعة أن يصبح لهم دولة في الخليج، ما عندنا مانع. هذا الأمر ليس خيالا، مو خيال، هذا يمكن تحقيقه، ولكن للوهلة الأولى يبدو مستحيلا، وهو ليس مستحيلا، هو صعب جدا، صعب تحقيقه. قلت يحتاج إلى سنوات من التعب والتضحيات، ولكن يصير. وحتى إذا ما يصير ننال ما هو دونه. يعني الدول الكبرى أو القوى الكبرى المهيمنة على العالم حين تستشعر أن القضية جدية، وأن الشيعة بالفعل بدأوا بعصيان مدني، وأن الوضع في الخليج التهب كما هو الآن بدأ يلتهب بحمد الله، وأن المصالح الموجودة ومصافي النفط كلها في معرض التهديد بسبب هذا الاضطراب الموجود، فإذا لابد أن نرضي الشيعة. فإذا ما نعطيهم دولة البحرين الكبرى، أقلا نعطيهم ما هو أقل. ما رام امرئ، أمير المؤمنين عليه السلام يقول في حديث شريف مضمونه: ما رام امرئ شيئا إلا ناله أو ما هو دونه. فدونه ما هو؟ الدول الإقليمية، الدول الكبرى في العالم تقول لا، الخليفة بعد خلص that's enough. لأنه إذا ما ننطيهم البحرين ولو على طريقة الملكية الدستورية يعني كما يزعمون، فهذول الشيعة راح يعني خلص يفجرون القضية. على ماذا إذا تتمكن أن تعول؟ يعني ثورة على ماذا تستطيع أن تعول حتى تنجح؟ شيء واحد فقط: الضمير العالمي. وهذا الضمير مو بسهولة يتشكل، يعني لا يحصل هنالك زخم دولي كبير فجأة، ما يصير. هذا يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى أنه لا تزاحمه قضية دولية أخرى. لو كانوا يستشيروني الإخوة البحارنة قبل ما يبدأوا بثورتهم هذه، كنت أقول تريثوا إلى أن تنتهي قضية ليبيا، تنتهي قضية اليمن، لأنه هذه تدخل على الخط فتشتت الانتباه، ما تركز الانتباه فقط على قضية البحرين. أنت شوف الآن في نشرات الأخبار قضية البحرين في أي درجة تأتي؟ يمكن الخبر الرابع أو الخامس. أولا ليبيا يأتي الآن، لأنه حسب حدث الساحة والحدث الأخطر، فهذا مو في صالحنا، لأنه الوقت يمر وما نحقق شيء، والعالم ما يصوب نظره وتركيزه فقط على هذه القضية، وإنما عنده أكثر من قضية. ففي شنو يبحث أم في شنو يبحث، في شنو يحل وشنو يحل. فكنتوا تتريثوا يعني بالدور شوية شوية تتريثون إلى أنه ماكو قضية أخرى مشابهة. فورا بعدما تنتهي قضية ليبيا، اليمن والدول اللي فيها قلاقل، أنتوا بعد هم